مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حلقة جديدة من قناة كرة الدكتور. هنتكلم النهاردة عن ماتش الأهلي وماتش شباب بلوزداد. ومع الأسف الأهلي خسر نتيجة 1-0 في خطأ فادح من محمد الشناوي في الدقيقة 91. آه متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب بالقناة. وجودكم هيهمني. انتوا هتدعموني، هنكبر ببعضينا. ماتش كان الأهلي بيلعب على الواقف، عايز نقطة التعادل. مفيش حمية، مفيش ضغط، مفيش لعب كويس. بقالنا كذا ماتش كده، الدنيا زي الزفت خالص. لازم صفقات، ولازم كذا حاجة تحصل في الفرقة، وكولر لازم يفوق، العند بتاعه لازم يغيره. ليه إمام عاشور جناح يمين؟ وليه الشناوي يكمل يلعب؟ وليه كريم الدبيس من درن النور تلعبه في الماتشين دولت؟ وليه كمان عمر الساعي متلجه طول الموسم ومتلعبوش؟ جاي تنزله الماتش اللي فات وأول ماتش يلعبه؟ ليه ما تدوش من أوله خالص؟ ليه مروان عطية يقعد على الدكة؟ ليه ما يلعبش أساسي؟ ليه أكرم توفيق ما يبتديش الماتش؟ تلعب ب3-8 ليه يعني؟ وأنت بتلعب بره أرضك وبتلعب على فرقة وراها ما فيهاش أمل غير الفوز النهاردة، فرقة برضه مش وحشة، وأنت لسه كسبان 6-0. ليه يا عم كولر ما عندكش الجرأة الكاملة أنت تهاجم؟ والتشكيل من الأول غلط. خالد عبد الفتاح ده انا مش عايز اشوفه تاني في الملعب. ليه ما يلعبش واحد زي عمر كمال عبد الواحد يعني؟ وليه اكرم توفيق ما يلعبش برضه؟ ممكن يلعب جناح باك يمين. وليه لازمة التغيير اللي في الدقيقة 97 بتاع كهربا وبيرسي تاو؟ انت خلاص لعبت امام جناح يمين لقيته مش شغال. خلاص من الدقيقة 80، من الدقيقة 85 كده نزل بيرسي تاو. انا عارف بيرسي تاو مش شايف قدامه بيلعب وهو مخنوق، بس على الاقل حافظ اساسيات المركز. هو مين امام ده يعني؟ عشان هو ده يعني ايه ميسي معانا يعني؟ اي مركز فيه مشكله نروح نلعبه في المركز ده. يعني مثلا لو اسامه ابو علي اتصاب اروح العب امام عاشور مهاجم؟ لو مش عارف الشناوي اتصاب اروح العبه حارس مرمى؟ وليه مصطفى شوبير ما بيكملش؟ انا زهقت من الشناوي واخطاء، وقلتها كذا مره. خلاص الشناوي لازم يقعد دكه. اللاعب ما يحبش يقعد دكه او ما متضايق ان يقعد دكه يمشي احسن. برضه ماتش باتشوكا وكذا ماتش بعد كده، وماتش انبي. ماتش انبي اصلا المفروض نخسره، اداء زي الزفت وحاجه يعني وحشه جدا. ولولا ضربه جزاء الواد شاطها فوق في السما كالوشة كان ممكن يخسر، واحنا لازم نخسر ماتش انبي. اشرف دايل ورام ربيع تمام. يحيى عطيته ده تمام. تلاتة مركز 8 في نص الملعب، دي برضه مش عارف. قدام حسين شحات مالك يا حسين؟ حسين مش شايف، حرفيا حسين مش شايف برضه من اول الموسم. ما لعبش غير ماتش ولا ماتشين وخلاص على كده. حسين شحات مش شايف. وعمالين يقولوا عايزين ندعم النهارده اهو التخمين على 3 يناير. ولا النهارده كام؟ النهارده 3 يناير وبكره 4 يناير. مش سامعين اي حاجه. وبعد ما كنا خلاص هنخلص في ايفرتون اللي هو الجناح البرازيلي، رجع تاني يقول لك ده هما النادي التشيكي عايز قيمة الصفقة على دفعة واحدة، والأهلي عايز يدفع دفعتين. وأم البخل اللي عند محمود الخطيب ده أنا زهقت. اعملوا لنا صفقات، هو كده الموسم خلاص كده بيتدمر. ليه كده؟ أنا مش عارف ليه كده. والتغييرات زي الزفت، وكريم الدبيس مش عارف يلعب جناح يمين. هو اصلا راجل باك، بتلعبه جناح يمين على اساس ايه؟ وجاي تفكر في كاس العالم للانديه، روح حكي حمدي فتحي، روح يتكلم عن محمد عبد المنعم. لازم ننقذ الموسم ده الاول، لازم ننقذ الموسم، لازم نجيب صفقات. كده احنا مش هنعرف نكمل في افريقيا. من حاسس اصلا ان احنا مش هنعرف نصعد في افريقيا. حكاية دخلنا شباب بلوزداد في المجموعة ودخلنا في دوامة حسابات ونقعد نمسك الآلة وعلى جون أهبل. مصطفى شوبير لازم يكمل، لازم يجيب جناحين حلوين. حتى لو مش افارقه او مش اجانب، ناس يجيب من الدوري المصري. فكك بقى يا عم كولر من حوار لا أصل مش عاجبني، لا مش قد المستوى. لا يا حبيبي، مصطفى زيكو والبنوبي او اي جناح في الدوري المصري احسن من العاهات اللي عندنا. احسن من بيرس تاو، احسن من كريم الدبيس. انت تروح عمال تلعبه الباك عمال تلعبه جناح ومش جايب. احسن من امام عاشور وجناح يمين وجناح شمال مش عارف يجيب حاجه. وامام عاشور حتى لما بيلعب سنه العاب مش حلو. لازم نجيب أجنحة، لازم نقوي الفرقة، لازم نجيب مهاجم تاني. وكهربا لازم يمشي خلاص كده كفاية بقى، مش هنقعد نقعد حاج على الفاضي.
لازم نجيب جناحين وواحد في نص الملعب، وكمان يلعب عمر الساعي. عمر الساعي لازم يلعب. عمر الساعي على فكرة خامة كويسة. عمر الساعي حلو، كان مكسر الدنيا في الإسماعيلي السنة اللي فاتت. لازم تديله فترة. واحنا السبب في كل اللي احنا فضينا الفرقة. ايوه جانج اللي طلع. واحمد عبد القادر. احمد عبد القادر لما موجود دلوقتي كان زمانه حل. احمد عبد القادر كان ما يحسنش حاجة زي الزفت دلوقتي. احمد عبد القادر كان ينزل يولع الدنيا، ياخد لك ضربة جزاء، يشوط شوطة، يعمل حبة مهارة، أي حاجة، كان حل معاك على الدكة. أحسن ما أنت فقير كده. ما ينفعش. وكولر كده خلاص، يعني حاسس إن هو أيامه دي زي أيام موسيماني في الآخر. إحنا خسرنا بسبب عند الشناوي. يلعب ناس معينة زي الشناوي، وعندك مصطفى شوبير بره أحسن حارس في مصر السنة اللي فاتت وجايب لك البطولة، ويلعبه على طول. وواحد زي كريم الدبيس ده كان حاطه في التلاجة مسقعه، ما بيلعبوش خالص، وجاي يلعبه جناح. واحد زي عمر الساعي ده صفقة جايلك مش عايز تلعبه، وأول ما لعبته رميته من دار النار في ماتش إنبي وأنت متعادل وأنت محتاج الفوز وأنت بتلعب قدام فرقة كبيرة. تاني حاجة برضه يلعب، عنده برضه في اللي يلعب إمام عاشور في كذا مركز هو مش حلو فيهم، زي يلعبوا جناح يمين وجناح شمال وصانع ألعاب، وإن إمام عاشور ده بيلعب مركز 8، اللي هو بوكس تو بوكس، اللي هو بيهاجم وبيدافع، اللي بيجي من تحت. هي خطورته في كده، يجي من تحت يشوكك، يعمل هجمة 1 2. هو ده إمام عاشور 8، ما يلعبش ولا صانع ألعاب ولا جناح يمين ولا جناح شمال، فحاطيننا بسبب كده. والسبب التراخي اللي عند اللعيبه، ما عندهمش الحمل، ما عندهمش الروح اللي نقدر نلعب بيها. تاني حاجه، في اتنين يستحقوا الاشاده. امام عاشور في الماتش بتاع مصر وماتش ام بي، لما كان بيلعب في نص الملعب كان عامل اداء كويس، هو الوحيد اللي كان فايق، هو الوحيد اللي بيدافع ويهاجم. لما بيلعب جناح بيبقى وحش. تاني حاجه اشرف جاري مكسب كبير لينا، مدافع كبير. هيفرق اكتر واكتر مع الفريق. كان كويس اول ماتش ده، وكان كويس ماتش مصري، كان واقف على رجله. فدول الاتنين لعيبه محتاجين اشاده، امام عاشور واشرف جاري. في نهاية الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. محتاج دعمكم، السبسكرايبات قليلة جدا. يلا سلام.